النهاردة معانا واحد من الفيديوهات اللي بتحبوها، أتوبيس قديم هيغير حياة عيلة بالكامل. جيسي قرر ياخد خطوة جريئة جدا ويحول الأتوبيس ده لبيت متنقل يعيش فيه مع عيلته. والأتوبيس زي ما انتوا شايفين كده كان محتاج شغل كتير جدا عشان يحوله للشكل اللي هو عايزه. فيلا بينا نشوف تفاصيل التحويل ده ونشوف هيحصل ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك معانا دلوقتي في قناة خطة لو لسه ما اشتركتش. ويلا بينا نبدأ على طول. الأتوبيس وصل واتركن في مكانه وبقى جاهز للشغل اللي هيغيره تماما. أول حاجة هيبدأوا بيها هي إنهم هيفكوا كل حاجة جوه الأتوبيس. فكوا كل الكراسي واحد ورا التاني، وكل كرسي بيتشال بيكشف تحته عن مساحة جديدة من الأرضية لحد ما الأرضية كلها بقت فاضية. بعد كده فكوا ألواح الجدران وشالوا كل طبقات العزل القديم اللي كانت موجودة، وكمان فكوا ألواح السقف وكل التوصيلات القديمة اللي هيستخدموها. ودلوقتي الأتوبيس بقى فاضي تماما. وأول مشكلة قابلتهم هي إن الأرضية كانت حالتها صعبة جدا، والصدى كان في كل ركن حرفيا، واللحامات مليانة طبقات قديمة متراكمة فوق بعضها. عشان كده كان لازم يبدأوا في إنقاذ أرضية بيتهم الجديد من الصدى. استعانوا بالصنفرة الكهربائية عشان يشيلوا كل طبقات الصدى. أما الحتت الصعب الوصول ليها زي الزوايا واللحامات فاستخدموا لها فرش معدنية قوية عشان ينظفوها كويس. والشغل ده كان صعب ومتعب، بس في نفس الوقت كان ممتع وكله تحدي. بعد كده سدوا كل الأخرام الصغيرة اللي كانت موجودة في الأرضية، واستخدموا في العملية دي قطع معدنية مدورة وثبتوها بلزق قوي. أما الفتحات الكبيرة بقى فكانت محتاجة حاجة أكبر، وعشان كده قصوا لها قطع صاج معدنية على مقاسها، وبعدين لحموها مباشرة في هيكل الأرضية وصنفروا مكان اللحام عشان يبقى ناعم ومستوي. والخطوة دي كانت مهمة جدا عشان يضمنوا إن البيت الجديد يكون ضد الرطوبة والتسريب. وبعد ما خلصوا استخدموا مادة منع للتسريب عشان يقفلوا كل اللحامات والفواصل، وده بيمنع أي تسريب للمية في المستقبل. بعد كده غطوا الأرضية بالكامل بطبقة سميكة من الدهان عشان يحموا المعدن من الرطوبة ويضمنوا إن الصدى مش هيرجع تاني. وبعد ما خلصوا الأرضية وبقت ثابتة ومتقفلة زي ما هم عايزين، كان لازم يروحوا للخطوة اللي بعدها، وهي خطوة هتغير من شكل الأتوبيس كله حرفيا. والمرحلة دي هي السقف. قرروا إنهم يرفعوا سقف الأتوبيس حوالي 18 بوصة، يعني 45 سنتي تقريبا. ودي خطوة جريئة ومعقدة، بس هم خططوا لكل تفصيلة كويس جدا عشان يتجنبوا أي مشاكل في القص أو رفع الهيكل. وعملية الرفع دي مش هتشمل الأتوبيس كله، لكنها هتبدأ من بعد كرسي السواق مباشرة لغاية آخر الأتوبيس. والهدف من رفع السقف هي إنهم يعملوا ارتفاع مريح ومناسب للبيت، والعملية دي محتاجة دقة كبيرة جدا. بدأوا يقطعوا الفريم المعدني للأتوبيس في الأماكن اللي حددوها، وبعدين رفعوها لفوق باستخدام جاكات متوزعة على الجوانب. وبدأوا إنهم يرفعوا السقف واحدة واحدة بحذر شديد لحد ما وصلوا للارتفاع المناسب اللي هو 45 سنتي. وبمجرد ما السقف استقر جه الدور على القضبان المعدنية، ودي اللي هتعمل الفريم الجديد. القضبان دي هي اللي هتوفر الدعم الهيكلي للسقف اللي رفعوه، ولحموا كل حاجة في مكانها عشان يضمنوا إن الجزء المرفوع متثبت كويس جدا في باقي جسم الأتوبيس. وبعد العملية دي كان في فجوة واضحة بين السقف الجديد والجزء الأمامي اللي هو فوق كرسي الأتوبيس. عشان كده كان لازم يعملوا وصلة متفصلة مخصوص عشان تربط الارتفاعين ببعض وتخليهم قطعة واحدة. فجابوا ألواح صاج معدنية وقصوها على مقاس الفتحة بالظبط وثبتوها بمسامير وبراشيم، وبعد كده لحموها كويس جدا لغاية ما الفجوة اتسدت تماما. وبمجرد ما عملية اللحام خلصت عزلوا كل الفواصل بمادة منع للتسريب عشان يتأكدوا إن المية والرطوبة مش هتدخل أبدا. وفي الآخر صنفروا كل الأجزاء اللي اتعزلت عشان يبقى السطح ناعم ومستوي. ودلوقتي الأتوبيس بقى جاهز للمرحلة الجاية. بعد ما خلصوا تحدي تجهيز الأرضية ورفع السقف كان لازم يرجعوا ويأمنوا الشغل اللي عملوه. ودلوقتي رجعوا تاني للأرضية عشان يحولوها من مجرد صاج معدني لأرضية بيت متينة وجاهزة. ركبوا إطارات خشبية على الأرض، ودي هتكون الأساس اللي هيشيل الأرضية الجديدة فوقها، وفي نفس الوقت هتعمل فراغات مخصصة للعزل. قاسوا المسافات بين إطارات الخشب دي بدقة عشان تتناسب بالظبط مع مقاسات ألواح عزل الفوم اللي هيستخدموها. والهدف هنا انهم يحققوا اقصى استفادة من المساحة باقل هدر في المواد. بعد كده غطوا الارضية بالكامل بالواح عزل الفوم، ودي خطوة مهمة جدا عشان تحمي البيت من الحرارة في الصيف والبرودة في الشتاء وتخلي كفاءة استهلاك الطاقة احسن بكتير. بعد العزل ركبوا الواح فوق الاطار الخشبي عشان تعمل ارضية ثابتة وقوية وتكون جاهزة تستقبل الارضية النهائية. وفي خلال ما كانوا بيركبوا الالواح الخشبية ركزوا ان القطع يكون حوالين تجاويف العجل ومكان السلالم عشان يضمنوا ان كل قطعة تكون راكبة في مكانها بالظبط، كأنهم بيبنوا الأرضية قطعة قطعة زي البازل بس على كبير شوية.
ودلوقتي جه دور الشبابيك. بدأوا يعملوا فتحات دقيقة ومحسوبة بعناية في الصاج المعدني، ودي هتكون أماكن تركيب الشبابيك الجديدة. اختاروا شبابيك مصممة مخصوص للبيوت المتنقلة. الشبابيك دي بتعزل الحرارة كويس جدا، فبالتالي بتكون موفرة للطاقة ومتينة وبتستحمل كل ظروف الجو. والأهم من كده إن كل شباك مزود بشبك أمان وكمان إقفال قوية، وده بيضمن دخول الهواء النظيف مع توفير الأمان والحماية. كمان الشبابيك دي معمولة عشان تتحمل السفر وتغيرات الجو، وده اللي بيخليها مثالية للأتوبيس. وبعد كل التعب والمجهود اللي عملوه، الأرضية بقت متينة ومعزولة تماما، والسقف بقى جاهز والشبابيك كمان جاهزة. ونخش بقى على مرحلة الدهان. حضروا جسم الأتوبيس من بره ونضفوه كويس جدا، وحطوا طبقة من البرايمر، وده عشان يمنع الصدأ ويخلي الدهان يمسك كويس. وبعد ما الطبقة دي نشفت، رشوا الأتوبيس كله باستخدام الكمبريسور عشان يضمنوا إن كل الأجزاء متغطية كويس جدا. واختاروا إنهم يدهنوا أجزاء معينة زي جنوط العجل مثلا باللون الأسود عشان يعملوا تباين في الألوان وشكل شيك. وبعدين ركبوا اسم الأتوبيس الأصلي، واسم الأتوبيس الأصلي كان بلو بيرد، فركبوه على الأتوبيس من بره. بعد كده استبدلوا باب الأتوبيس الأصلي بباب خشبي، وعالجوه بمادة قوية للرطوبة عشان يحموه من التلف اللي ممكن تتسبب فيه الأمطار أو التغير في الجو. ولما خلصوا الشكل الخارجي، جه دور العزل. استخدموا عزل من الفايبر جلاس للجدران والسقف عشان يحافظوا على درجة الحرارة مناسبة طول السنة، وده كان ليه دورين مهمين. أول حاجة إنه يثبت العزل في مكانه كويس، وكمان يوفر هيكل يقدروا من خلاله إنهم يعدوا كل الأسلاك والتوصيلات الكهربائية اللي هتتعمل في المستقبل. وبعد ما خلصوا الدهان الخارجي والعزل، هيخشوا يظبطوا الليفنج روم. أول مهمة معاهم في المرحلة دي هي إنهم يمدوا بيتهم الجديد بالكهرباء. بدأوا يوصلوا الأسلاك الكهربائية من مصدر الطاقة الرئيسي ووزعوها على كل ركن في الأتوبيس، وعملوا أماكن للإضاءة وللفيش، وكمان لوحدات التحكم الكهربائية عشان البيت كله ينور ويشتغل بكفاءة ممتازة. بعد كده بدأوا يقسموا المساحات من جوه الأتوبيس، وقسموه لمنطقتين معيشة، والخط الفاصل بينهم كان بعد تجاويف العجل مباشرة في منتصف الأتوبيس تقريبا. لكن بعد كده قابلتهم مشكلة، وهي إن الأرضية ما كانتش مستوية، فكان لازم يبنوا هيكل خشبي فوقها عشان يساووا الأرضية ويعملوا قاعدة صلبة يركبوا عليها التشطيبات النهائية. بعد كده بدأوا يشتغلوا على جزء الخدمات. بنوا قاعدة كبيرة بتضم الغسالة والمجفف من ناحية، ومن الناحية التانية هتكون جزء من الحمام. بعد كده اشتغلوا على غرفة النوم في الناحية التانية من الأتوبيس، وابتدوا إنهم يبنوا سرير من 3 أدوار، وده هيكون لأطفالهم ال3. والتصميم ده كان ذكي جدا لأنه استغل المساحة الرئيسية المتاحة لأقصى درجة. ودلوقتي أول سرير يكون خلص وبقى جاهز. بعد كده بدأوا يبنوا الجدران اللي هتفصل المساحات. ركب ألواح خشب قوية على الجوانب، وعملوا فتحات مخصصة لمخارج الكهرباء. وبعدين بنوا جدار فاصل بنفس الأسلوب وثبتوا عليه دعامات أفقية، ودي اللي هتشيل باقي السراير اللي فوق. وفي الجدار الجديد ده ركبوا باب جرار عملي جدا، وكمان بيوفر خصوصية، ما بياخدش أي مساحة إضافية زي الأبواب العادية. والجدار اللي عملوه ده قسم الأتوبيس لمنطقتين، منطقة منهم مخصصة للحياة اليومية زي الطبخ، ومنطقة تانية مخصصة بالكامل للنوم والراحة. وتعالوا سوا نشوف ازاي هيقدروا يشغلوا الكهرباء من الشمس والبطاريات. بس في الأول عشان يضمنوا الراحة طول السنة جوا بيتهم المتنقل، ركبوا وحدة تكييف في سقف الأتوبيس، والتكييف ده هيخليهم قادرين إنهم يتحكموا في الجو جوه مهما كان درجة الحرارة بره. ودلوقتي بدأوا يشتغلوا على تشطيب سقف الأتوبيس نفسه. قصوا ألواح خشب بمقاسات محسوبة عشان تناسب انحناءات السقف، وثبتوا الألواح دي كويس جدا في الإطار المعدني بتاع السقف الخارجي. وكمان عملوا فتحات بالدريل عشان يركبوا فيها وحدات الإضاءة وفتحات التهوية اللي محتاجينها. ودلوقتي يجي وقت أكتر جزء محتاج دقة، وهو الحمام، وده طبعا لازم يكون ثابت ومقفول كويس جدا. بنوا هيكل خشبي للحمام، وده متين جدا ومربوط في الأرضية والسقف عشان يفضل ثابت. وركبوا فوقه تراك أو مسار للباب الجرار، وفضلوا يظبطوه كويس عشان الباب يتحرك فيه بسهولة بدون أي مشاكل. بعد كده ركبوا الباب نفسه وظبطوه في المسار بتاعه وجربوه وكان شغال زي الفل. بمجرد ما الباب اتقفل وبقى جاهز، دخلوا على أخطر مرحلة، وهي تأسيس نظام السباكة بالكامل. بدأوا يعملوا فتحة في الجدار الخارجي للأتوبيس، ودي عملية دقيقة ولازم تتعمل بحرفنة عشان يركبوا فيها الغطا بتاع مدخل المية. وبعد ما ركبوه وتثبت كويس، عزلوه كويس جدا عشان يمنعوا أي تسريب للمية. بعد كده استخدموا أنابيب مرنة ومدوها من المدخل لغاية خزان المية النظيفة، وثبتوا الوصلات بمشابك قوية عشان تمنع أي تسريب. بعدها ركبوا مضخة المية جنب الخزان، وده هيكون القلب اللي هيدي البيت المتنقل ضغط مية ثابت وقوي في كل نقطة في البيت، وفي نفس الوقت تقلل الضغط على نظام السباكة. وبعدها
بدأوا يمدوا شبكة كاملة هتوصل المياه الباردة والسخنة لكل ركن في البيت. استخدموا الأنابيب المرنة تاني عشان متانتها وسهولة تركيبها، وكمان مقاومتها لتغيرات درجة الحرارة. أول خطوة، مدوا خطوط المياه الباردة اللي طالعة من مضخة المياه، ودي بتعدي على منطقة الحمام عشان تغذي القعدة والحوض والدش. والخطوة اللي بعد كده هتكون تركيب سخان المياه السخنة. بدأوا من عند الحمام ومدوا شبكة المواسير لغاية المطبخ، خط المياه الباردة وخط المياه السخنة، وتثبتوا على الجدران عشان ما يتحركوش مهما كان الطريق اللي ماشيين عليه. وطبعا كانوا بيتأكدوا على كل الوصلات ان ما فيهاش اي تسريب عشان كل حاجة تكون مظبوطة وما فيهاش مشاكل. ودلوقتي دخلوا على مرحلة الطاقة الشمسية. اول حاجة، ركبوا الالواح الشمسية فوق سقف الاتوبيس وصفوها صف ورا التاني، وركبوها بذكاء عشان تاخد اكبر قدر ممكن من اشعة الشمس طول اليوم. وكمان ركبوا فيش الكهرباء خارجية وعملوا لها غطا مقاوم للعوامل الجوية على الجدار الخارجي، والفيشة دي بتسهل عليهم انهم يوصلوا كهرباء للنظام بسهولة، ده لو احتاجوا انهم يوصلوه بمصدر خارجي مثلا. والالواح الشمسية دي اتوصلت بمحول عاكس. وعمركم سألتوا نفسكم ازاي الواح الطاقة الشمسية اللي فوق السطح بتحول اشعة الشمس لكهرباء كافية انها تشغل بيت بالكامل؟ تعالوا نعرف الموضوع بيحصل ازاي خطوة بخطوة. الألواح دي بتكون مصنوعة من خلايا صغيرة اسمها خلايا كهروضوئية. أول حاجة بتحصل إن أشعة الشمس بتخبط في سطح اللوح الشمسي، واللحظة دي بتكون مهمة جدا لأن الخلايا الكهروضوئية هي اللي بتاخد طاقة الضوء وتحولها لطاقة كهربائية. وخدوا بالكم، الكهرباء اللي بتطلع من الألواح دي مش زي اللي بنستخدمها في البيت، هي كهرباء اسمها تيار مستمر أو دي سي. وهنا بيجي دور جهاز مهم جدا اسمه منظم الشحن. المنظم بياخد الكهرباء اللي طالعة من الألواح وبيدخلها للبطاريات من غير ما تتأثر أو تتلف، يعني بيحمي البطاريات من زيادة الشحن أو من أي خلل. والبطاريات دي بتبقى زي خزنة للكهرباء، نخزن فيها الكهرباء بالنهار ونستخدمها بالليل. بس استنوا، لسه في خطوة أخيرة. الكهرباء اللي طالعة من البطاريات هي كمان تيار مستمر، واحنا بيوتنا بتكون شغالة على تيار متردد. فهنا بيجي دور جهاز اسمه الانفرتر. الانفرتر ده بياخد الكهرباء من البطاريات ويحولها للتيار المتردد اللي بنحتاجه لتشغيل اي جهاز في البيت. وفي الاخر النتيجة انك بتاخد كهرباء متجددة ومن غير ما تدفع فاتورة للكهرباء كل شهر، وكل ده من الشمس بس. ونرجع تاني للمشروع بتاعنا. بعد ما خلصوا الكهرباء رجعوا يشتغلوا على الحمام عشان يجهزوه للمرحلة الجاية. غطوا الهيكل كله بألواح خشب عشان تكون أساس صلب هيتحط عليه العزل المائي والتشطيبات النهائية في المرحلة الجاية. وبعد ما الأتوبيس بقى ثابت وآمن، نروح بقى لمرحلة التشطيبات الداخلية. أول حاجة بدأوا بسراير الأطفال. بعد ما خلصوا الهيكل الأساسي اشتغلوا على التفاصيل الصغيرة، ركبوا إضاءة خاصة في كل سرير، وكل إضاءة منهم ليها مفتاح لوحدها عشان كل طفل يقدر يتحكم في النور بتاعه بسهولة. وبعد كده غطوا الجدران بتجاليد عشان تدي شكل نظيف للمكان. وبعدها دهنوا كل الأسطح الداخلية باللون الأبيض عشان تدي إحساس بالوسع وإن المكان منور أكتر. بعد كده ضافوا جدران صغيرة حوالين كل سرير، وهي عبارة عن حدود بسيطة بتوفر حماية وخصوصية للأطفال وهم نايمين أو بيتحركوا. وبعد ما خلصوا حاولوا يستغلوا كل شبر في الأتوبيس، حتى المساحة اللي فوق كرسي السواق عملوا فيها مكان تخزين صغير ومفيد جدا. وبكده منطقة الأطفال بقت جاهزة. وبعدها بدأوا يشتغلوا على الإضاءة والتشطيبات، وعشان يضيفوا لمسة جمالية للمكان ركبوا إضاءة هادية عند المدخل. ودلوقتي داخلين على واحدة من أصعب التحديات في الشغل كله، وهي معالجة المنحنى اللي بين الجدار والسقف. ودي نقطة صعبة ولازم يتعاملوا معاها بحرفية، فاستخدموا خشب مرن وغطوا بيه الانحناءات بشكل سلس، والمنطقة كلها بقت كأنها قطعة واحدة. وبعد كده ركبوا ألواح التشطيبات والديكورات النهائية عشان يرفعوا من مستوى التصميم الداخلي ويدوه شكل فخم وأنيق. ودهنوها بلون يكمل التصميم الداخلي وفي نفس الوقت بيضيف طبقة حماية ضد التآكل والتغيرات في درجة الحرارة. واختاروا الألواح دي مخصوص لأنها خفيفة في الوزن ومتينة، وده بيخليها مثالية جدا في بيئة متنقلة ومناسبة للسفر. بعدين دخلوا على المطبخ وبدأوا يركزوا على علب المطبخ الجاهزة في الجنب، وبمجرد ما العلب اتثبتت ركبوا فوقها الكاونتر توب اللي هيحضروا عليه الأكل. وبعدين بدأوا يعملوا فتحات مقصوصة بدقة عشان تناسب الحوض والحنفية. وبكده بقت منطقة المطبخ جاهزة عشان تبدأ فيها توصيلات السباكة وتركيب الأجهزة الكهربائية. وعشان الشكل الجمالي يكون متناسق ركبوا ألواح لونها أبيض على الجدار الفاصل اللي بيفصل بين منطقة المعيشة والنوم. استغلوا كمان الأرضية وبنوا فيها أماكن تخزين إضافية وبتكون مخفية جوه المنصة اللي عملوها، وده هيسهل عليهم إنهم يوصلوا للحاجات اللي بيستخدموها بشكل متكرر، وفي نفس الوقت بيستغلوا المساحة لأقصى درجة ممكنة.
اما التلاجة فكان ليها معاملة خاصة، عملوا لها فريم خشبي قوي عشان تتثبت في مكانها وما تتحركش لما يكون الاتوبيس بيتحرك، وبعدين غطوا الفريم ده بألواح الخشب عشان يعملوا وحدة زي دولاب صغير كده، وده هيخلي التلاجة تستحمل الطريق بسهولة. وفي الناحية التانية من المطبخ ركبوا مجموعة تانية من الخزائن، ودي صمموها عشان توفر مساحة تخزين كبيرة لأدوات المطبخ والحاجات اللي هيحتاجوها. وبعدين ركبوا فوقها الكاونتر توب وسابوا فيه فتحة مخصصة للبوتاجاز، ودلوقتي المطبخ بقى جاهز تماما. بعد كده ركبوا سخان المياه المتنقل ووصلوه بمواسير المياه الداخلية والخارجية بشكل سليم، وكمان ركبوا التوصيلات الكهربائية عشان تشغل منظم الحرارة وتسخن المياه كويس. وكل الشغل ده اتعمل وهم ملتزمين بكل قواعد السلامة والأمان. بعد كده وصلوا كل مكونات سباكة الحوض، وده شمل خطوط التغذية والحنفيات، وبعدين وصلوا الحوض بنظام الصرف وتأكدوا ان كل الوصلات مقفولة كويس عشان يضمنوا ان مفيش اي تسريب هيحصل بعدين. والخطوة الجاية انهم هيختبروا النظام كله، هيفتحوا المية في الحوض عشان يتأكدوا ان المية شغالة كويس ومفيش اي تسريب. وتحت الاتوبيس ركبوا نظام صرف للمية المستعملة، ركبوا مواسير الصرف وثبتوها كويس على طول الهيكل السفلي للاتوبيس، ووصلوها بخزان المية المستعملة، وده بيكون محطوط تحت الاتوبيس في مكان سهل انهم يوصلوا له عشان يقدروا يفرغوا المياه اللي فيه بسهولة. والتنكات دي بتخلي فيه نظام مياه متكامل جوه الاتوبيس، وبيتقسموا ل3 انواع: تانك مياه نظيفة وتانك مياه رمادي والتانك الاسود. تانك المياه النظيفة هو اللي بيوصل المياه للحوض والدش وكل حاجة في البيت، والتانك الرمادي بينزل فيه مية صرف الحوض والدش. اما التانك الاسود فده بتاع صرف قعدة الحمام. بعد كده بدأوا انهم يعزلوا الحمام، وده هيزود عمر الحمام الافتراضي ويخليه يعيش لسنين كتير قدام. ركبوا ألواح مخصوصة مقاومة للرطوبة على الأرضية والجدران، والألواح دي اختاروها مخصوص عشان بتتحمل الرطوبة العالية والتعرض المباشر للمية، وده بيخليها مناسبة للاستخدام في مناطق زي الحمام والمطبخ. وبعدين ركبوا قاعدة الدش وثبتوها كويس جدا، وبكده يكونوا حددوا منطقة الاستحمام وبقوا ضامنين ان صرف المياه هيتم بشكل سليم. بعد كده عزلوا طبقات الحمام بالكامل وقفلوا كل اللحامات والفواصل بمادة عازلة للرطوبة، وده بيضمن ان منطقة الدش بقت معزولة تماما. وبعدين ركبوا بلاط ابيض في جدران الحمام كلها. بعد كده ركبوا الواح خشب على سقف الحمام والجدران اللي حوالين الحوض، والالواح دي كمان طبعا مقاومة للرطوبة. وفي الاخر سدوا كل الفراغات اللي بين البلاط، وبعدين ركبوا بلاط الارضية في الحمام وظبطوا الميول بتاعه على الصرف كويس جدا. بعد كده دهنوا الجدران الخشبية في الحمام بدهان لونه غامق شوية، وده طبعا مقاوم للرطوبة عشان يحمي الألواح الخشبية ويدي مظهر جميل ومميز للحمام. وبعد ما خلصوا الحمام بدأوا يشتغلوا على بناء السرير الرئيسي. عملوا القاعدة بتاع السرير، ودي هتكون فوق خزان المياه مباشرة، وده يعتبر استغلال ذكي للمساحة، وفي نفس الوقت لو الخزان احتاج صيانة هيكون سهل الوصول ليه. أول حاجة عملوا فريم خشبي حوالين الخزان، وبعدين ركبوا ألواح الخشب فوقه، وجزء من الألواح دي عملوه بمفصلات عشان يبقى زي غطا للخزان بيتقفل ويتفتح، وده هيسهل الصيانة بشكل كبير جدا. وبعدين فكوا المرتبة وفردوها على السرير، والمكان بقى جاهز للنوم. بس لسه الشغل مخلص، بدأوا في التشطيبات النهائية للجدران. غطوا كل الجدران بالتجاليد، قصوا الألواح بدقة وثبتوها كويس بالسيليكون والمسامير، والبيت دلوقتي بيقرب لشكله النهائي. باقي بس حاجات بسيطة زي تركيب الأرضيات. اختاروا أرضيات من الفينيل عشان تكون متينة ومقاومة للمية، والألواح دي بيركبها مع بعضها بطريقة النقر واللسان، وبيتجمعوا مع بعض زي البازل. واحنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن بناء بيت كامل من الخشب بالطريقة دي، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن وفي الآي اللي فوق. بعد كده بدأوا يشتغلوا على تصميم باب المدخل الجديد. أول خطوة كانت إنهم يحددوا بدقة الأماكن اللي هيفتح فيها الباب عشان يركبوا الأجزاء الزجاجية في الباب. بمجرد ما المسار اتحدد استخدم الأركت وقطع بيه الأجزاء اللي حددها جزء ورا التاني لحد ما الفتحات بقت جاهزة، وبعدين ركبوا ألواح الإزاز في مكانها، وبعدها دهنوا الباب بلون أبيض متماشي مع التصميم كله. والباب الجديد ده هيخلي الضوء الطبيعي ينور البيت. وبمجرد ما الباب خلص نقلوا على منطقة المعيشة. عملوا منطقة جلوس كبيرة نسبيا عشان العيلة كلها المتكونة من 5 أفراد تقدر تقعد عليها وهي مرتاحة. عمل فريم خشبي قوي وثبته كويس في الأرضية كأنه جزء من هيكل البيت نفسه، وعمل بعدها مسند الظهر. أما القعدة بتاع الكنبة فاتصممت بذكاء عشان يكون تحتها مكان للتخزين. بعد كده حطوا فوقها مرتبة متفصلة على المقاس بالظبط. ونرجع تاني للمطبخ، وهيبدأ يشتغل على الأرفف بتاع المطبخ. في الأول بدأوا يركبوا أرفف مفتوحة فوق العلب عشان تزود من مساحة التخزين من غير ما يزحم المكان، وبعدين ركبوا الفريمات اللي بتدعم الأرفف وثبتوها كويس باستخدام السيليكون والمسامير.
وبعدين اختاروا بلاط فيه رسومات باللونين الازرق والابيض، وده هيخلي شكله مناسب لكل الالوان والديكورات اللي جوه الاتوبيس. بعد كده ركبوا اغطيه خشبيه للارفف، ودي مدفون فيها اضاءه وبتنور بشكل مباشر على الكاونتر توب بتاع المطبخ. وبالنسبه للليفنج روم ركبوا فيه تلفزيون عشان يكسروا بيه الروتين بتاع السفر، وكمان عملوا ترابيزه للاطفال، وكمان ركبوا ترابيزه ثابته في الجدار في المنطقه بتاع الليفنج روم، ودي ممكن تشتغل كترابيزه للاكل او مكتب للمذاكره مثلا. وكمان معاها 3 كراسي قابله للطي. وبس كده، بعد كل التعب والمشاكل اللي واجهتهم، الاتوبيس القديم اتحول لبيت متنقل متكامل. والبيت دلوقتي مجهز بكل حاجه هيحتاجوها، سواء كان مطبخ او حمام او حتى الليفنج روم، كل حاجه بقت جاهزه للاستخدام. والمبهر فعلا انهم قدروا يستغلوا كل المساحات بطريقه ذكيه جدا، ودلوقتي بقى عندهم بيت متنقل جاهز لكل مغامراتهم اللي جايه. وقولوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في المشروع ده، وعايزين تشوفوا مشاريع ايه تانية قدام. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معانا دلوقتي في قناه خطه، واشوفكم الفيديو الجاي.